Lame, lame, lame. Oh, lame, lame, lame. وصل فريق عمان المغامر إلى أثيوبيا، وهي أول دولة غير عربية في طريقهم إلى دار السلام، حيث انتقلوا إلى مرحلة جديدة مليئة بالمغامرات والتحدي. كانت إجراءات العبور سهلة ومرنة، ولعدم وجود أي محلات للصرافة اضطر فريقنا المغامر للتعامل مع أشخاص يقومون بعملية الصرافة وتبادل العملات على الحدود. استكمل فريقنا المغامر رحلتهم في أثيوبيا متوجهين إلى منطقة ماتيما الجبلية. كان على الفريق أخذ الحيط والحذر أثناء القيادة، فالطريق كان مليئا بالتعرجات وبعض المخاطر. أصبحنا وأصبح الملك لله. وصلنا ولاية غوندار مساء أمس في الساعة 8، وهي تعتبر من أكبر الولايات في أثيوبيا. أقمنا في هذا الفندق، فندق تانا، والحمد لله الجميع بصحة وعافية، والمركبات بحالة جيدة. الطقس جميل ودرجة الحرارة معتدلة. الآن نستعد لاستكمال رحلتنا. سنغادر الآن ولاية غوندار متوجهين إلى العاصمة أديس أبابا. مسافة الطريق 600 كيلومتر، وستستغرق الرحلة 6 إلى 7 ساعات تقريبا. كما ترون الجميع مستعد للانطلاق. كان من ضمن الصعوبات التي واجهها فريقنا المغامر عبر أثيوبيا هي إيجاد محطات الوقود لتعبئة البترول، حيث أن معظم محطات الوقود كانت لتعبئة الديزل فقط، كما أن سعر البترول في أثيوبيا كان مرتفعا جدا مقارنة بباقي الدول التي مروا بها والتي سوف يمرون بها في طريقهم إلى دار السلام. حدث عطل فني في إحدى مركبات فريقنا المغامر، وأدى ذلك إلى تأخر موعد وصولهم إلى العاصمة أديس أبابا، فقد كان هناك تسرب في مبرد المحرك، ولحسن الحظ كان لديهم ما يلزم من قطع الغيار لإصلاح المركبة. بعد رحلة طويلة مليئة بالتحديات، وصل فريق عمان المغامر إلى العاصمة أديس أبابا في تمام الساعة 4:30 صباحا، وهناك أقاموا في فندق جيون أحد أكبر الفنادق في العاصمة.
الحمد لله، الجميع بصحة وعافية. الآن سوف نغادر العاصمة أديس أبابا. أقمنا هنا في هذا الفندق، فندق جيون، وهو فندق جميل وآمن وهادئ، واستمتعنا كثيرا. سنتوجه الآن إلى الحدود الكينية، وتحديدا إلى مويالي. الساعة الآن 11 صباحا، المسافة تقريبا 1000 كيلومتر. سوف تكون هناك عدة مناطق سنتوقف فيها للاستراحة. قيل لنا أننا سنواجه بعض المشاكل في طريقنا إلى الحدود الكينية، لهذا السبب نحن نغادر باكرا تحسبا لأي طارئ. خلال مرورهم عبر القرى والمدن كان على الفريق أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، لأن الطرق كانت مكتظة بالسكان والعربات القديمة والمواشي والشاحنات الثقيلة. Time
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المكان يسمى ويندو جنة، أي نافذة الجنة. المكان جميل جدا ودرجة الحرارة معتدلة. أقمنا هنا ليلة البارحة وقمنا بحفل شواء بسيط بمساعدة القائمين في هذا المكان. سعر الإقامة هنا مناسب جدا. نحن الآن مستعدون لاستكمال رحلتنا إلى الحدود الكينية التي تبعد تقريبا حوالي 500 كيلومتر. المركبات جاهزة والجميع بصحة جيدة. يا برينا هبركم مقال مساء يا كان دريبر وراك واقنا كويا المدى وشكا فونتنينا باقي جفروبي. كانت إقامة فريق عمان المغامر في منطقة ويندو جنة الجميلة طيبة وممتعة. استكملوا بعدها رحلتهم نحو الحدود الكينية والتي على بعد 500 كيلومتر من منطقة ويندو جنة. صادف فريق عمان المغامر في طريقهم إلى الحدود الكينية احتفالات محلية والتي أدت إلى عرقلة حركة السير، فاضطروا لتغيير مسارهم وسلكوا طرقا داخلية لتفادي الازدحام التي سببتها تلك الاحتفالات. صوتي الحمد لله. أصبحنا وأصبح ملك لله الواحد القهار. نحن الآن على الحدود الأثيوبية الكينية وتحديدا في منطقة مويالي. وصلنا البارحة عصرا وأقمنا في هذا الفندق. قمنا بصيانة المركبات ليلا، الجميع بصحة وعافية والمركبات بحالة جيدة. ستفتح بوابات الحدود في الساعات 8 وسنغادر بعد قليل. تعاون أهل أثيوبيا معنا كان له الدور الكبير في وصولنا إلى هنا. نشكر الشعب الأثيوبي على وقفته الصادقة معنا. Bye.